يا صباح السعادة والجمال من شرم الشيخ. بتقولوا لي شيرين رجعت لحسام. طب انتوا مستغربين ليه؟ ده احنا بنشوف الكلام ده كل يوم. هو من امتى الست اللي بتبقى متعرضة للعنف من جوزها بتسيبه؟ ده لو سابته انتوا اللي بتقولوا عليها قليلة الأصل، مش كده ولا ايه؟ طيب شيرين ضحية عنف من كل الأطراف، من حسام اللي بيستغلها وبياخد فلوسها، وده بنسميه عنف اقتصادي، وفوق البيعة خلاها تدمن كمان. طيب أهلها بقى احتووها وطبطبوا عليها؟ لا، ضربوها ودوها مستشفى. واللي وصل لشيرين ان الخناقه دي كانت على ايه؟ عليها هي شخصيا، على فلوسها، ان اخوها بيقول كان بيشتغل معاها وما بيشتغلش معاها. كل الكلام ده هم قالوه ونشروه على الانترنت. طيب الست اللي بتبقى واقعه تحت العنف المزدوج ده تعمل ايه؟ لو هي شخصيه قويه ومستقله تاخد خطوتين لورا وتبعد الناس دي كلها عنها، عيلتها وجوزها بالمناسبه، وتقف على رجليها وتستقل وتاخد قراراتها في حياتها. السؤال هنا، شيرين تقدر تعمل ده؟ لا. الحقيقه شيرين بنت بسيطه خارجه من طبقه تعليميه واقتصاديه بسيطه، فما عندهاش القوه النفسيه اللي تقدر تعمل فيه الكلام ده. طب في حاله الخناقه بقى ما بين مين ياخد الحته الكبيره ومين ياخد الحته الصغيره، الخناقه مش على شيرين نفسها، اللي واصلها انهم مش بيتخانقوا عليها. فهنا تعمل ايه؟ تبسط نفسها، الحته اللي تريحها بقى. طب انتوا زعلانين ليه؟ بتمارسوا وصايه عليها ليه؟ اصلها خسرت اهلها. هو اهلها داعمين يعني؟ هم دول السند يعني على حسب كلامهم هم؟ هي مش واصلها ده، هي واصلها ان الخناقه على فلوسها مش عليها، وده جارح جدا بالمناسبه. طيب انتوا بقى اصل احنا بنحبها؟ لا يا جماعه، محدش يمارس الوصايه، ودي مشكله الشعب المصري كله، بنمارس الوصايه على كل اللي بنحبهم باسم الحب، سواء بقى ابن ولا بنت ولا زوج ولا زوجه ولا بتاع. هي واحده عدت ال40 سنه تقدر تاخد قرارات وتتحمل نتيجتها، واللي يشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. والناس لازم تتعود كده، ان الناس لما تبقى فوق 21 سنه بالغه رشيده تقدر تاخد قراراتها. محدش بيجبر حد على حاجه. وهو اخوها خدها ضربها وداها المستشفى، خرجت خسرها اكتر، وهو ده اللي بيحصل. ودي الحاله المتكرره طول الوقت، طول الوقت. احنا اصل بنشتغل مع الحالات دي كتير قوي. اشوفكم دايما بألف خير.